بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة يا ولاد إن شاء الله هناخد مع بعض إملاء كلمات بحرف الثاء. تمام؟ قبل ما نبدأ بالكلمات بحرف الثاء هناخد حاجات شكل الحرف عامل إزاي، والصوت الفتح والضم والكسر عنده، والمد والممدود عامل إزاي معاه، ونعرف حاجات بسيطة كده عنه ونبدأ نتملى. تمام؟ يلا بينا. أول حاجة يا ولاد لازم أعرفها في حرف الثاء إن هي من الحروف الليثوية. يعني إيه اللي بتطلع من هنا؟ أطلع فيها لساني. تمام كده؟ أطلع حتة من لساني وأضغط عليها وأطلع حرف الثاء. تمام؟ يبقى أنا دلوقتي لما أمليك لازم لساني يطلع بره. ثاء ثاء. تمام كده؟ طيب يا حرف الثاء أنت دلوقتي شكلك عامل إزاي؟ أنا شكلي زي الباء والتاء إخواتي. طيب يا حرف الثاء ممكن توريني انت شكلك عامل ازاي؟ انا في اول الكلام ببقى كده اهو، وفي وسط الكلام بمسك بايدي الاتنين وابقى سنة وثلاث نقطات، وفي اخر الكلام لو بمسك في الحروف بنزل طبق زي ما انا. اما لو جنبي حروف من الحروف الرفاصة بنزل لوحدي ومش بمسك في حد. تمام؟ وبرضو هنعيد ونزيد الحروف الرفاصة اللي بترفص الحرف اللي بعديها، هي الالف والواو والراء والذي والدال والذال. تمام كده؟ دي من الحروف الرفاصة اللي ما بتحبش تمسك الناحية دي. تمام؟ طيب يا حرف الثاء ممكن تقول لي الحركات القصيرة بتاعتك؟ الحركة القصيرة عندي يعني الفتح والضم والكسر. يعني ايه حركة قصيرة؟ يعني بقول الصوت بحركة واحدة. طيب لو حطيت عليك فتحة يا حرف الثاء هتبقى ايه؟ ثاء ثاء. طب والضمة؟ ثو ثو. طب والكسرة؟ ثي ثي. ثا ثو ثي. تمام يا حرف الثاء يا حرف الثاء. طيب دلوقتي لو انت حطيت جنبك المدود يا حرف الثاء هيبقى صوتك عامل ازاي؟ بص كده معايا، لو مد بالالف يبقى قبل مفتوح واطول في المد، يبقى هنا حركة طويلة ثا. طب مد بالواو يبقى قبل مضموم في ضمة واحط الواو مش عليها حاجة ثو. طيب لو مد بالياء اهي وجنب الياء مش عليها حاجة يبقى مد قبل مكسور وجنب الياء سي، أو الياء ممكن تبقى جاية كده سي. بص كده معايا، ثا ثو ثي ثي. تمام كده يا ولاد؟ يبقى أنا هعمل هنا حركات طويلة عشان بطول في الصوت بتاعي. تمام؟ طب يلا بينا دلوقتي نتملى كلمات بحرف الثاء وهو مفتوح. هقول الكلمة اسمعها مني كويس ولوحدك بقى. انت خلاص وصلت لايه؟ للحلقة 20، يعني المفروض بقيت عارف نظامها عامل ازاي ومش محتاج ان اعيد وازيد في الكلمة. تمام؟ يلا بينا. اكتب معايا كلمة فرادة. هقولها بشويش. فرادة فرادة. طلعت لساني ث را د. فرد. الكلمة اللي بعد كده ثآرى ثآرى ثآرى. بص معايا، ثا حرف الثاء مفتوح، حرف الألف مفتوح، را ثآرى. اكتب معايا ثبات ثبات ثبت. بص معايا، ث با تا ثبت. اكتب معايا فريمة فريمة ثريمة.
ثا ري ما ثريمة. طب تعالوا دلوقتي نقول كلمات بحرف الثاء وهي مضمومة. يلا بينا، اكتب معايا ثقيلة ثقيلة ثقيلة. بص كده معايا، ثو قي لا ثقيلة. اكتب معايا ثقيلة، خلي بالك، ثقي كي ثقي لا ثقيلة. ثو، بص كده معايا، قي لا. الله، ده الكلمة دي قريبة للكلمة دي، اوعى تتلخبط ما بين القا والكا. قا كا. شوف كده، حرف القاف وعليها فتحة قا، حرف الكاف وعليها فتحة كا، حرف القاف وعليها ضمة قو، حرف الكاف وعليها ضمة كو، حرف القاف وعليها كسرة قي، حرف الكاف وعليها كسرة كي. قا كا كو قو كو قي كي. تمام كده. يلا انا قلت هنا ايه؟ ثو قي لا، لكن هنا اقول ثو كي لا، كي قي قي كي. شفتوا الفرق؟ تمام يا ولاد، نخلي بالنا ما بين حرف القاف وحرف الكاف. قا مفخمة، كا كو كو قي كي. شايفين كده؟ شايفين حتى في المدود لو انا عملتها بقى، لو انا عملتها مدود، قا كا كو كو قي 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 كي كي. شفت الفرق؟ كي قي اهي، كو اهي، قو اهي، كا قا. شفت كده يا ولاد الفرق؟ طيب عشان ما تتلخبطش، القاف بتيجي هنا من زورنا. طيب تعال نكمل الكلمات. اكتب معايا ثقيبة. قي جاية من هنا، تحس ان جاية من الحنجرة، من زورك. ثقيلة ثقيبة، اقصد ثقيبة. نكتبها مع بعض، ثو قي ب. اكتب معايا ثريدة ثريدة ثريدة. بص كده، ثو ري ده ثريدة. تمام. طب تعالى نكتب دلوقتي شوية كلمات حرف الثاء فيها مكسورة. بص كده معايا، اكتب كده واسمع كويس لان هبدأ اديك مد وممدود وساكن ومسكون، فركز معايا. سي سي ران. اسمع تاني، طولت هنا في حاجتين. سي را. طولت هنا، قلت سي في مد بالياء، ران مد بالالف، حرف النون. تمام كده. بص كده معانا واحنا بنكتبها، انا قلت سي، يبقى هنا في ياء لان هنا ورايا مد وممدود. طيب لان لو كانت الث كده بس مكسوره تبقى سي، لكن انا قلت سي واللي قلت سي طولت، يبقى هنا قلت هكتب اللي جنبها مد. سي
را را ثيران. تمام. اكتب كده معايا كلمة تانية. ثي ما رو ثي ما رو. يبقى حركة قصيرة، ثي مكسورة اهي، ما طويلة اهو، طولت، ما رو حركة قصيرة. طب اكتب كده معايا. ثي يابو ثي يابو ثياب. بص كده، ثي قصيرة، يا طولت. تمام كده يا ولاد. طيب تعال نشوف حرف الثاء وعليه سكون بيتنطق ازاي. لسانك يقف عنده وما تحركش، لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة. تمام. يلا نبص كده مع بعض، اسمع معايا. الساكن والمسكون بيجي مع بعض بيديله صوت واحد. اسمع معايا وركز. اكتب كده كلمة نا اللي هي كلمة اثنان. هقولها تاني. نا نا بص كده معايا، انا قلت صوت حرفين اداله صوت الاس. اس نا اثنان. اكتب كده أثقال اللي هي أثقال. اسمعها تاني مني. أثقال. بص كده، طولت، نزل الله، أثقال. اكتب كده معايا. أثبت. في حرفين جم مع بعض اسمهم الأس، ادوله مقطع صوتي الأس. حرف أول حاجة سمعتها إيه؟ بص كده، ورحت قلت إيه؟ أثبت. تمام؟ طيب ناخد إيه كمان يا ولاد؟ كلمات في حرف الثاء. اكتب معايا كده كلمة ثوب. ثوب. يبقى هنا عندي حرفين ثو أخدتهم مقطع صوتي واحد. بص كده معايا. ثو مقطع صوتي. الث والواو ساكن ومسكون جم مع بعض اديله صوت واحد اسمه الثو. اكتب معايا كده الكلمة دي. ثوم ثو ثو ثوم. أسمع أول حرف أنا نطقته ثو. اوعى تقولي دي مد بالواو. في مد بالواو نحط عليه حاجة. المدود يا ولاد ما نحطش عليها لا فتحة ولا ضمة ولا كسرة ولا سكون ولا شدة ولا أي حاجة خالص. الواو هنا عليها سكون. ثو. تمام كده. طيب اكتب كده معايا.
ثعبان. اسمع بشويش، قلت صوتين مع بعض. ثع. يبقى في هنا حرفين جم مع بعض اديني مقطع صوتي اسمه ثع. وبعدين قلت لك ايه؟ طولت اهو. نو. تعال نكتب كده معايا. بص، اول حاجه قلت ايه؟ ثع، اللي هي العين. العين قلنا عليها الحصه اللي فاتت عباره عن مثلث مقلوب. ثع ده مقطع صوتي. نو. ثعبان. وبكده يا ولاد خلصنا كمية كبيرة من الكلمات اللي بحرف الثاء. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. لو أول مرة تسمعوني اشتركوا في القناة وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. سلام عليكم.